اهلا بيكم في قناه ديزايناوي. اللي عارفني قبل كده عارف ان انا كنت بنزل فيديوهات كل فتره وبرجع اوقف، وده بسبب ان انا يعني كان عندي ضغط في الشغل، لان انا الحمد لله دلوقتي شغال في التشطيبات زي ما قلت لكم قبل كده، وشغال برضو ان شاء الله في الماكيتات. هوريكم في الفيديو ده تدرج الشغل بتاعي في الماكيتات من بدايه من سنه 2020 لحد الوقت ده. ابتديت انا طبعا بشغلي، وبعد كده شغل اصحابي، وبعد كده الحمد لله الموضوع ابتدى يكبر ويسمع، وعملت صفحتي اللي هي اسمها مصغر. هسيب لكم برضو اللينك بتاعها تحت، وتعالوا يلا بينا نشوف الفيديوهات واحده واحده كده من اول ما ابتديت لحد النهارده. وان شاء الله الفتره الجايه، وده بجد، هنعمل ان شاء الله فيديوهات قصيره كده هوريكم كل ماكت اتعمل ازاي ورسوماته والتدرج بتاعه. ده بداية الصفحة بتاعتي، لكن ده بداية الشغل بتاعي، بدايتي أنا وشغلي لأصحابي، وكل المشاريع اللي كانت بتجيلي كان بداية أكشاك، وبعد كده حاجات بسيطة زي كده، يعني عربيات. بعد كده العربيات بطريقة مختلفة وبتتحرك طبعا، وأساس وغيرها كتير، وبوابة بحر الأحمر. كل ده مشاريع يعني مكن وأساس واكشاك وحاجات داخلي وبرجولات وبوكسات، كل المشاريع كانت متنوعه الحمد لله، وقطع اساس وعماير يعني كل ده كان 2020. دلوقتي دخلنا في 2021 و2022. ابتدى الشغل الحمد لله يتطور شويه، والفينش يعلى، واحاول ان انا يعني الفينش يبقى اعلى، بقى ادخل خامات مختلفه. زي الماكت ده مثلا، ده مكان من يعني التعاشات ما كانتش باينه، كان كلها سابق ولاحق. والماكت ده كنت ابتديت ان انا ما ارسمش الحاجه على الكاد، ان انا ارسم حاجه على برنامج تاني اسمه راينو 3 دي. ده بيخليني ان انا اعمل الحاجه قبل ما انفذها. وده كان ماكت شركه في اضاءه، كان طبعا بخامات اعلى. دي بقى ده الراينو الماكت، بجمعه الاول على الراينو قبل ما اقطعه، عشان اوفر في الخامه، وعشان الطلبه تبقى متخيله مثلا شكله عامل ازاي، وهكذا. دي كلها ماكتات برضو بالشكل ده. اللي فات اللي كان فيه ده بتاع الشركات، دي كلها قطع اساس مختلفة، والتصميم بتاعها مختلفة. وده ماكيتات طبية. الحمد لله اشتغلنا اكتر من ماكت طبي. ده ماكت اكستيريور بخامات عالية، دي كانت هدية. وده ماكت لكلية اداب في سوهاج، ده كان من الماكيتات الجميلة يعني. ودي برضو قطع اساس وبرجولة وشطرنج. مشاريع الحمد لله كانت متنوعة جدا. وكل فيديو من الفيديوهات الجاية هبقى انزل بقى كل مشروع بصوره من زوايا مختلفة، وايه التفاصيل اللي كانت فيه، وايه التريكات اللي اتعملت، وايه اللي لو عملناه مثلا كان ممكن يبقى احسن. مستني رأيكم ان شاء الله في التعليقات، وبإذن الله استنونا في الفيديوهات الجاية نوريكم التفاصيل بتاعت كل ماكت.